وكان من اواخر ما قرانا هو روايه نجيب محفوظ ليالي الف ليله، كتاب حضاره العرب لجوستاف لوبون، كتابه وتدوين المهام اليوميه. وبعد ما اخلص تصوير اتفاجئ انه اوديو از نوت وركينج، الصوت مش شغال. هلو، عدنا مجددا وقاعد اهو قدام الكاميرا وبتكلم. المهم ان انا حابب ادردش معاكم في بعض الاشياء اللي حصلت مؤخرا، وخصوصا القراءه واخر مستجدات القراءه. للاسف حصل شويه انقطاع كده عن القراءه لظروف معينه، ولكن مؤخرا بدانا نرجع واحده واحده. وكان من اواخر ما قرانا هو روايه نجيب محفوظ ليالي الف ليله. الروايه يعني اللي بجد انا ممكن اعمل لها فيديو ملخص خاص بيها، لانه هي فعلا تستاهل. اسلوب نجيب محفوظ السحري اثرني، وفي رمزيات ومعاني كتيره جدا جدا موجوده جوه الروايه. وبرضه مما قرانا مؤخرا هو كتاب يأجوج ومأجوج لدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده فانا بحب كتاباته جدا جدا، ولكن المره دي هو طلع بفكره غير روائيه وفكره مثيره للجدل، لانه طلع بفكره ونظريه جديده عن هويه يأجوج ومأجوج، استنادا لبحثه الخاص واستنادا لتأملاته الخاصه في ايات القرآن الكريم. وممكن برضه نبقى نعمل فيديو خاص نشارككم وجهه نظرنا في الموضوع ده. وحاليا بقرا او بعيد قراءه السيره النبويه للمره الثالثه في كتاب الرحيق المختوم، وبصراحه ده شجعني ان انا اطلع الكتاب الضخم ده، كتاب حضاره العرب لجوستاف لوبون. وده لاني بميل في قراءتي لفكره ان انت ازاي تانتجريت او تربط المعلومات او الكتب ببعض. يعني مثلا من فتره كنت قريت كتاب اسمه ودخلت الخيل الازهر لمحمد جلال كشك، وده كتاب بيغطي فتره الاحتلال الفرنسي لمصر. وانا اوريدي عندي كتاب تاني بيغطي نفس الفتره اسمه مظهر التقديس بذهاب دوله الفرنسيس للجبرتي. فاقوم قاري الكتابين دول ورا بعض وابدا اشوف لو في اي اختلاف في الاحداث، وابدا اربط المعلومات ببعض، وده بيزود او بيعمق من المعلومه المكتسبه. والكتاب ده بما انه بيتكلم عن حضاره العرب فاكيد هو هيتطرق بشكل ما لتاريخ العرب الضارب في التاريخ، وده بشكل ما مرتبط بالسيره النبويه. هيتكلم اكيد عن وصول العرب وفتوحاتهم في مصر والشام والهند وغيرها من البلدان. ودي الخطه بقى اللي بعد كده ان شاء الله، ان انا اقرا في الفتوحات الاسلاميه، فتبدا ان انت تلينك كل معلومه ببعضها، كل كتاب بينقلك على الكتاب اللي بعده، وهكذا هي محطات. الحاجه الثانيه اللي انا حابب اشاركها معاكم تخص كتابه وتدوين المهام اليوميه. بقالي سنين متعود ان انا اكتب التو ليست الخاصه بيا، تحديدا من اول ثالثه ثانوي، لكن ساعتها الموضوع كان بسيط جدا، مجرد ان انا بكتب النهارده عليا مذاكره كذا وكذا. مع الوقت التو ليست الخاصه بيا اتطورت كتير، بقيت بكتب الاهداف الاسبوعيه بتاعتي، وابدا ان انا اقسم المهام دي على كل يوم من ايام الاسبوع. يعني في الاول بنقوم جايبين صفحه كده نكتب فيها المهام الاسبوعيه بتاعتنا، وبعد كده كل يوم على حده بيكون ليه اهداف معينه، طبعا بتكون نابعه من الاهداف الاسبوعيه اللي احنا عايزين نحققها. بقيت بكتب كل حاجه تخص حياتي، سواء ورد القران الكريم، المذاكره، عمل الفيديوهات، القراءه، او حتى العادات اللي انا عايز اكتسبها. لو انا عايز اكتسب عاده معينه فببدا ان انا ادونها في النوته بتاعتي، وابدا مع الوقت ان انا تراك العاده دي. لكن مؤخرا حصلت شويه تغييرات، ستيل بنكتب الاهداف الاسبوعيه بتاعتنا، لكن الاختلاف حصل على مستوى اليوم بيومه. ما بقتش بكتب ايه اللي المفروض احققه النهارده، كده كده انا عارف ايه المهم موجود هنا على قدر اهميه واولويه الحاجه، فانت بتشتغل عليها بشكل لا واعي. first things first. لكن بقيت بكتب ايه العادات الصحيه اللي ممكن اعملها في يومي تجعل من يومي يوم صحي ومناسب ان ابدا اشتغل على الاهداف الاسبوعيه بتاعتي. زي مثلا فكره ان كل الصلوات تكون في المسجد، لان الصلاه في البيت مع الوقت بتكون مدعاه للكسل. مثلا بحط عاده معينه وبعمل لها تراكنج، زي انه نو سكرولينج على اي بلاتفورم من وسائل التواصل الاجتماعي. لو محتاج اي حاجه من المنصات دي فبسيرش على الحاجه دي بعينها، وهكذا. فنتيجه ده ان انت هيبقى عندك يوم مهيأ وصحي ان انت تبدا تشتغل على الاهداف الاسبوعيه والاولويات بتاعتك. وبرضه عشان اكون صريح معاكم فانا ستيل بسيط جدا جدا في موضوع تدوين المهام اليوميه. في ناس بتعمل تكنيكس وسيستمز يعني خزعبلات. بصراحه بحس كل ما الموضوع يكون ابسط كل ما عقلي يستوعبه بسهوله، وبالتالي الحاجات اللي مكتوبه هنا تتحقق. ومن هذا الكلام انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، الا وهي انه الفشل هو اللي بيعلم. ودي جمله مش بتتقال من باب التشجيع والكلام بتاع التنميه البشريه ده، لكن دي حقيقه. الانسان مش بيتعلم غير لما يغلط ويجرب ويفشل، ودي حقيقه التاريخ ذات نفسه بيؤكدها. كل الاختراعات اللي اخترعها الانسان ما كانتش وليده لحظه الانسان اكتشف فيها الحاجه دي، لكنها ثمره محاولات كتيره جدا، محاولات ممكن تكون امتدت لاجيال كتيره. جيل بيجرب ويفشل لكنه بينقل للجيل اللي بعده اخر ما توصل اليه، وهكذا جيل بيسلم جيل. ونفس الامر بينطبق علينا كافراد، بنحاول نحقق حاجه معينه فنفشل، ونبدا نشوف فين موضع الخلل او ايه سبب الفشل ونبدا ان احنا نعالجه. نقرب شويه كده اهو عشان هحكي لكم عن تجربه شخصيه تخص الفكره اللي احنا بنناقشها. في بدايه ما كنت بصور فيديوهات كنت ابدا اظبط المكان اللي هصور فيه واظبط الموبايل وابتدي تسجيل واقعد اصور، وبعد ما اخلص تصوير اتفاجئ انه audio is not working، الصوت مش شغال، او اتفاجئ ان الموبايل فصل في نص التصوير عشان المساحه مش كافيه، او حتى ان انا لما باجي ابتدي تصوير الاقي ان الموبايل مثلا
البطاريه فيها 18%، ودي مش هتكفيني ان انا اصور. وحتى بعد كده لما بدات اشتري حاجات بتعمل اضاءه ار جي بي زي اللي منوره هنا دي كده، بعد ما كنت ابتدي تصوير الاقيها تفصل مني في النص. ولكن بصراحه اكتر شيء كان مؤلم هو لما اكتشف ان الصوت ما كانش شغال، لان ده معناه ان انا هعيد التصوير من تاني. واي حد بيصور فيديوهات هو مدرك لصعوبه الامر ده، التصوير فعلا مرهق بطبيعته. فالصدمات اللي انا اخدتها من بعد التصوير دي علمتني حاجات كتير. علمتني ان انا دلوقتي هخلص تصوير اهو، اول حاجه هعملها ان انا هقوم ناقل الفوتج من الكاميرا احطها لللابتوب، اتاكد ان الفوتج سليمه وان التصوير كويس والصوت كويس، علشان لو في مشكله في الفوتج هقعد في مكاني وابتدي تصوير من تاني والسيت اب والدنيا جاهزه من غير ما احتاج ان انا اظبط السيت اب في وقت اخر. يبقى دي اول حاجه، ان احنا نتاكد ان الفوتج شغاله كويس. تاني حاجه نقوم شاحنين بقى البطاريات، شاحنين الاضاءات والار جي بي، عشان المره الجايه لما اجي اصور واقعد خلاص يبقى الحاجات دي كلها مشحونه من قبل كده. قبل ما ابتدي التصوير اتشيك ان كل حاجه تمام، اتشيك ان الصوت كويس، كل حاجه مشحونه، وهكذا. مع الوقت بدات اتعلم ازاي ان انا اهندل موضوع التصوير ده باقل خسائر. واكيد كل ما احاول ان انا اطور من مستوى الفيديوهات اللي انا بعملها كل ما هتعرض لصدمات جديده، والصدمات دي هي اللي هتعلمني، وهي دي رحله التعلم. وبس يعني هي دي الفكره اللي انا كنت عايز اشاركها معاكم، شويه دردشه كده على السريع. بنحاول ان احنا نستعيد نفسنا ونستعيد عمل الفيديوهات من تاني، لان بصراحه بجد صعوبه شديده في العوده للفيديوهات بعد انقطاع. والى هنا ايها السيدات والساده، ده كان فيديو النهارده. يعني قولوا لنا تحت في الكومنتس منتظرين ايه الفتره الجايه، ويعني نتمنى ان شاء الله نكون على قد التوقعات. سلام.